السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الشهر الكريم رجب. روايح رمضان هلت علينا، والنهاردة نعمل حواوشي ونبقى نعمله لكم في الأكلات السريعة الموفرة الجميلة. ودي شوفوا شكله جميل ازاي، عملناه بكذا طريقة وهنوريه لكم جوه الفيديو. بصوا شكله جميل ازاي وموفر، لان الرغيف بقى ب60 و75، وده طبعا مش مكلفنا يعني تمن رغيف. ادي عملنا كمية كبيرة وهتشوفوا. بص الجمال وبص الطراوة بتاعت الرغيف واللون والشكل وفاتح للشهية وشكله تحفة ازاي. وانا عاملة قبل كده على القناة كذا طريقة للحواوشي كلها اجمل من بعض، وهنا بطريقة البيتزا الحواوشي برضو هتشوفوها عملناها ازاي. وشوفوا طري وجميل وهش، وطريقته سهلة جدا وموفر، يعني مش هيكلفنا. هنا جبنا لحمة يعني اقل من نص كيلو، ولحمة طازة جميلة. واللحمة طبعا مش هنبطل في ظل الغلاء ان احنا اللي بيجيب مش هيجيب، يعني بدل ما بيجيب لحمة عادية هيجيب مثلا لحمة مفرومة بتكون ارخص واوفر. يعني كل البيوت هنجيب، بس هنجيب بحاجات موفرة. هنا جبنا بقى اللي هنضيف البابريكا، وبنضيف عليها ملح وفلفل، وبنضيف عليها ده روزماري انا طحناه. واللحمة المفرومة ما بتاخدش بهارات كتير، ده الروزماري انا بوريهولكوا طحناه يعني مش مخلياه. وهنا حطينا فلفل لان اللحمة بتحب الفلفل، وشوية معلقة دقيق. دي سر من اسرار المحلات الكبيرة، محدش بيقوله لكم، وبتبقى طعمه مختلف بس ما بنعرفش ليه. وما بيبقاش مفرول جوه السندوتش بتاع الحواوشي جوه الرغيف. يعني احنا ما نجيب رغيف الحواوشي وده ملح، وهنحط فوق برضو نص معلقة بيكنج باودر صغيرة، نص فوق الدقيق. والملح بتاعنا معلقة مليانة كبيرة بنحطها، معلقة مليانة على قد زي ما انتي بتحطي اللحمة بتاعتك، ودول قد اللحمة اقل منها شوية، التلت والتلتين، يعني دول 3 بصلات كبار حلوين. زي ما احنا عارفين الحواوشي بيحب البصل، وهنا برضو عندنا فلفل الوان، ولو عايزة فلفل سبايسي حطي شوية شطة صغيرة خالص بتدي نكهة وطعم. وده دبس رمان هنحط معلقة صغيرة جدا بتدينا نكهة كده وممكن تستغني عنها، دي يعني كده لزيادة الطعم وزيادة التست بتاعها. هنا نبتدي نمسك بصباعنا الكبير كده نلم اللحمة ونضغط عليها بالاربع صوابع دول. دي طريقة عجن بتخليها بسرعة تتعجن وتديكي الانسجة بتاعتها وتديكي طريقة هايلة. مش نقطع في اللحمة يعني، لا بنلمها وندعكها، نلمها وندعكها زي ما فبسرعة بتلاقي البصلة اتجنست مع اللحمة وادتنا نتيجة هايلة. ادي كده بنمسك صباعنا الكبير وهي بصي بنوريكم ازاي بقت طرية وبقت كورة وبقت ملمسها ناعم. طبعا الحواوشي ممكن تجيبي بطاطساية كبيرة وتبشريها وتروحي قليها وضيفاها. ممكن فنجان رز يكون الرز يعني مستوي تضيفيه برضو فيها، يعني اللي بتاخد اضافات اللي انت عايزاه. هنا هنشيل اللحمة بتاعتنا لمدة الحواوشي ما بتقعدش كتير في التلاجة، ممكن ساعة، ممكن نص ساعة، يعني لو جاك ضيوف على غفلة ممكن تبقى أكلة سريعة. ممكن 6 ساعات براحتها بتقعد يعني، لكن أقل حاجة نص ساعة. وهنا جبنا الدقيق بتاعنا حوالي 6 كوبايات. وطبعا بتاخد المية قد 2.5 كوباية مية. وبنحضر الخميرة بتاعتنا، الخميرة كوباية، معلقة خميرة ومعلقة ملح سكر اسفة، بنحطه على بعضه هي عشان نعمل التيست ده على ايه 1/4 كوباية مية. بنضيف السكر، معلقتين سكر على الدقيق، وهنا بنضربها جامد كده وبنخليها، ده بنعمل لها تيست. لكن هي خميرة انا عارفاها وضمناها، بس عملت تيست عشان خاطركم. وهنا بضيف
معلقتين لبن بودر، وبنحط عليها سكر، وبنحط عليها برضو شوية ملح، وبنحط هنا بقى اللي بتفرق معانا مكعب مرق، وبنحط معلقتين زبادي. طبعا العلب الصغيرة دي بتشيل معلقتين كبار اهي زي ما انتوا شايفين بس. وبرضو ممكن عايزة تستغني عنها الزبادي تستغني. وبنحط معلقتين زيت، يا سمنة على زيت. انا هنا مسيحة السمنة وحاطة سمنة على زيت. دي الخميرة بوريها لكم بتاعت انجل دي وبنشوف مدة الصلاحية على الباكت، وبتبقى جميلة جدا. هنا هنحط شوية ملح، لازم العجائن بتاعتنا نحط عليها ملح. حتى شوفوا الخميرة، بصوا بوريكم التفاعل بتاعها جميل ازاي. فالخميرة اللي بتكون جيدة بتريحنا، يعني ما خدتش 10 دقايق، ما خدتش 5 دقايق رغم ان الجو شتوي. هنا هننزل بقى في البولة بتاعت العجان بتاعتنا، وممكن تعجنوها لو انتي مثلا سنة اولى طبخة، عروسة جديدة قاعدة مثلا في مكان مغتربة، هتعمليها لوحدك تعجنيها في اي بولة خارجية، يعني مش شرط عجان، بتكون سهلة جدا وبتتعجن وبتاخد المقدار بتاع المية 2.5 كوباية. احنا هنحط الكوبايتين وهنعجن. لو شفنا محتاجة للمية هنضيف، وبنقلبها هنا قبل ما احنا كبينا المية بتاعتنا الكوبايتين وخلينا نص الكوباية. هنا قلبناها عشان العجان، قلبنا كل المقادير بتاعتنا، وهنبتدي بقى نشغل عليها. انت تعجنيها حوالي كده 10 دقايق ربع ساعة، هتبتدي الملمس في ايدك هيبان وهيطلع منك الطاقة السلبية. العجائن جميلة جدا يعني. والعجينة دي ممكن تستعمليها لأي فطائر عايزة تعمليها، فطائر حلوة، فطائر حادقة، تعملي فطاير بالجبن يعني في رمضان، في غير رمضان، وتشكليها بالطريقة اللي انت عايزاها. عندك عيد ميلاد تعملي منها بيتزات صغيرة في عيد الميلاد. يعني العجينة دي تعتمديها لكل الفطائر الحلوة والحادقة، جميلة جدا. ادي هنا بتلزق. احنا ما تغركيش العجينة وتضيفي مية، هتلاقيها ملمسها لسه زي ما بنقول بتتملك، وبيطلع الجيلاتين اللي فيها وبيدينا الملمس الجميل. هنا من غير ما نضيف ليها مية ابتدت تتعجن وادتنا الطريقة المطاطية دي بس. خلاص هي كده اتعجنت، مش محتاجة اي حاجة، وما بتلزقش في ايدينا ولا حاجة وبتطلع من البولة. انا هنا بس بحاول المها كده عشان هخليها في البولة بتاعتها، هغطيها واخليها في البولة بتاعتها تقعد لها. الحواوشي ما بياخدش اي وقت يعني في العجائن. هنا هنسيبها تخمر بقى حوالي نص ساعة عشان الحواوشي يعني العجينة بتاعته ما بتخمرش قوي يعني، كله بيبقى سريع في سريع. بس بقى هنسيبها ترتاح نص ساعة لان هو ما بياخدش وقت. اهي العجينة وجميلة وهشة. هنا بقى خمرت، هنشوفها بقى خمرت. هنفضي الهواء اللي فيها وهنلمها كده، وهي شايفينها جميلة ازاي وهشة. تملي العجائن لما تيجي تشكليها تطلعي الهواء اللي فيها عشان تديكي نتيجة جميلة يعني. هنا بقى هنعملها، هنقطعها بطريقة اكبر، اقل من البرتقانة كده اهو. شوفوا بقى اللحمة لونها اتغير لانها ارتاحت. احنا ريحنا حوالي نص ساعة. كل اللي عملناه ده سريع في سريع. وادي دلوقتي شفتوا ادي الكورات بتاعتها عملناها بسرعة. اهي عملنا الكورة قد الكورة اللي عملناها للحواوشي بنفس الحجم. كرة اللحمة عملناها قد الكرة بتاعتها. هنا هنبقى عندنا تملي نخلي دقيق في بيتنا. الدقيق بركة والدقيق جميل. ولما نيجي نعجن ما نعجنش الدقيق كله، عشان خاطر ممكن مثلا هننسم نعمل بيه حاجة نحتاجه في حاجة. فزي ما بنستهلكش المية كلها ما بنستهلكش هنا عشان انا التصوير مستعجلة عليه فما سبتهاش ترتاح، فما بتتفردش بسرعة. فهنا بحاول افردها. ولو معانا مردانة نشابة يعني او ازازة كده زي المردانة نفرد بيها، ازازة حاجة ساقعة نفرد بيها. لو احنا ما عندناش نشابة في البيت، ازاز الحاجة الساقعة بنفرد بيها، بتتفرد بسرعة.
هنفردها، شايفين بتتفرد ازاي بسرعة بطريقة جميلة وبأي شكل انت تفرديه. هنا اللحمة عشان حاطين فيها شوية الدقيق بقت تتفرد معانا بسرعة، مش مفرولة، ما بتفرولش معانا في الحواوشي. وده سر ما بيقولهولكيش بتوع المحلات الكبيرة، يعني بيسيبوه ليهم هم، بيحتفظوا بيه هم، وما بنلاقيش الحواوشي بتاعنا زيهم. نقول ازاي يعني بيبقى جميل. واحنا هنا بقى تفردي باي طريقه، بالطول بالعرض، لغايه ما هي تلف معاك العجينه، بتبقى كلهم الطبقتين قد بعض. تفردي بايدك، تفردي بازازه حاجه ساقعه، تفردي بالنشابه، بماسوره ماسوره الومنيوم عندك محتفظه بيها، برضو بتدينا نتيجه حلوه. وهنا بقى فردناه بطريقه كده، عشان طبعا العجينه بقول لكم ما ارتاحتش، هي لازم ترتاح. فبنفرد وبتتفرد معانا يعني، وبيوفر علينا الوقت، وبيوفر علينا انك انتي تشتري رغيف حواوشي ب70 جنيه، دلوقتي 75. هنعمل يعني يمكن بيجيب لنا كمية كبيرة جدا. هنا بنبل، بس ما جاتش في التصوير، بنبل طرف الحواوشي اللي هو فيه اللحمة من تحت الرغيف، الطرف بتاعه بنبله مية بصبعنا كده، وبعدين بنجيب الطبقة اللي فوق بنحطها فوقيها، وممكن نضغط عليها كلها مرة واحدة، او ممكن تشدي من تحت وتلفيها زي الحبل من فوق عشان يدينا منظر جمالي بس. وبرضو بنبتدي نفرد، بتتفرد معانا وبتدور معانا برضو يعني، وبتبقى سهلة جدا. هنا برضو ممكن لو بالنشابة بتعيدي عليه برضو بيتفرد، بس بحيث ان تكوني حاطة دي خفيف جدا تحت هنا خلاص فردناه، وبيمشي معانا العجينة جميلة جدا لانها اتعملت صح، بتتفرد معانا وما بتلزقش وحتى لما بنعمل سمكها رقيق جدا بتتفرد برضو وهي شكلها جميل. ودي طريقة سهلة وموفرة واقتصادية. يعني في حد يقول لحمة مفرومة، لا احنا بصوا كده كده هنجيب، كده كده هنجيب، بس هنجيب بأقل. هنا عملنا كمية وبديله شكل جمالي كده، ممكن تبصميه بالصباع كده، بيدينا شكل حلو، عشان لازم الاكل يكون فاتح للشهية. وبنجيب بيضة وبنضربها، بتكون بيضة خارج التلاجة، وبنحط عليها فلفل، بنحط عليها عصرة ليمونة عشان الريحة، وعشان ان هي تبقى يعني ملهاش اي ريحة. ولعلمكم ان البيض ما بيديش اي ريحة لو عملتيه بالطريقة دي. وما يعني الناس اللي ما بيحبش البيض هتاكليه وما يعني مش هتتصوري ان ده محطوط عليه بيض ابدا. اعملي وشوفي. ما بتحبيش البيض، هاتي شوية لبن صغيرين، معلقتين لبن، وحطي عليهم باكو كده بتاع قهوة، باكو قهوة او نسكافيه، واضربيه كويس وبرضو ادهنيه، هيدينا نفس اللمعان برضو، بس مش قوي زي البيض. بس هنا بقى ابتدينا نشرب كل الوش بتاع الارغف بتاعه الحواوشي، وهتشوفوها جميلة جدا. وانا عاملة على القناة كذا فيديو للحواشي بالعيش العادي البلدي الجاهز، وعاملاه بطريقة جميلة، وكل الطرق احلى من بعض. يعني هتشوفوا، هتاخدوا خبرة، وهتاخدوا مخزون عندكم تعملوه في اي وقت، وتعملوه في رمضان، في ضيف جاب سرعة، موجودة انتي مغتربة. هنا بقى رشيت عليه شوية سمسم، ده برضو حاجات اضافية كده بيكون موجود في البيت. وبرضو احنا عايزين نغذي ولادنا، وعادي يعني حاجة جميلة، مش مكلف ولا حاجة. عندك. وهنا برضو بديله بالشوكة عشان ما يقبش ويبقى لي زي الرغيف المنفوخ. لا انا عايزة رغيف حواوشي بالطريقة الجميلة، ما يبقاش فيه طبقتين وكده يعني، وشكله مش حواوشي. فانا بعمله بالشوكة كده، وبيديني منظر جميل، وبيبقى طري، وبيبقى هش، وبيبقى تحفة. ولو في حبة بركة برضو ممكن ترشيها فوق الرغيف. وهنا برضو انا كان معايا رغيفين تاني، ادي دول مثلا، انا دول عملتهم بطريقة بيتزا الحواوشي كده، جاتني الفكرة في نفسي وانا بعمله يعني. فهي برضو تجيكم افكار. هنا دخلته الفرن على 180، وهي طلع بصوا بقى جميل ازاي، جنبه كاتشب بقى، جنبه بطاطس، جنبه جبن، في اي خضار قاعد، ضيف جه على غفلة هنعمله.
وادي الحواوشي اهو، حاطين عليه شويه جبن كده كانت موجوده وزيتون، وكلها حاجات مفيده ومغذيه واحسن ما نشتريه من بره. شوفوا هتجيبيه بكام بيتزا الحواوشي ده؟ كل ده يمكن كلف له حوالي 500 جنيه لو جبتيه من بره، او 600 جنيه، هو ما كلفناش 100 جنيه. ادي الجمال، شوفوا الحلاوه. وهناكل، ولو في ضيف هياكل وهيتبسط، وبطاطس جميلة مقلية، والايام دي فيه البطاطس. وهنا شوفوا شكله وشوفوا اللون، شوفوا البيض اداله لون جميل ازاي، ومفهوش اقسم بالله اي ريحة، جميل جدا. وهنا فتحناه وشفتوا اللحمة بتاعت الحواوشي من جوه، مش مفرولة ولا بتقع منه ولا حاجة، يعني حاجة جميلة. ادي الحواوشي، ولو يعني، وده برضو البيتزا من جوه ماسكه فيها وزي الفل، اللحمه قاعده ومستويه وريحتها تحفه. الطعم كمان يعني غير الشكل. شوفوا اللحمه جميله ازاي، وبقينا نفرد وتتفرد معانا اللحمه، يعني ما فيش تعب ولا مجهود ولا حاجه، بس تتبعي الطريقه وهتاخدي احلى حواوشي، ومحمر من بره ومن جوه وشكله تحفه، جميل جدا. وابقوا اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو، وخشوا اتفرجوا على كل الفيديوهات. وادي جنبها كاتشب وجنبها مخلل احنا عاملينه، ان شاء الله نوريكم طريقته. وادي شوفوا بقى البيتزا الحواوشي برضو، اللحمة جميلة ازاي، هوريها لكم ماسكة ومش مفرولة ومالية الرغيف، لو انكم شفتوها يعني الحجم بتاعها. لكن بقينا وشوفوا الحجم بتاعه جميل ازاي، ومقرمش من بره وشكله احمر من جوه وجميل، ومش مكلف جدا وهيوفر علينا. وهنا المخلل برضو عاملينه في البيت ونضيف وطريقته جميلة. وادي جنبه كاتشب، وهنحط جنبه بطاطس وجبن، وهنوفر توفير جامد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.